ينتج عنه تساقط شظايا من ألماس في أجواء العاصمة بغداد. جهات رسمية طالبت المواطنين بتسليم أحجار ألماس المتساقط إلى خزينة الدولة، ما أثار ردود أفعال متباينة. وكالة الفضاء ناسا تحذر العراق من تساقط النيازك بأعداد هائلة في أجواء عاصمته بغداد في غضون اليومين المقبلين إثر تصادم كويكبين في الفضاء الخارجي، مبينة أن النيازك وبسبب عوامل فيزيائية نادرة سينتج عنها ألماس على شكل أحجار صغيرة في حالة تتكرر كل 1000 سنة. المفارقة في الأمر أن أطرافا حكومية ناشدت المواطنين عبر مواقع إلكترونية تسليم المجوهرات إلى خزينة الدولة، وهو ما تباينت حوله آراء المواطنين. شلون يخلوها بالمتاحف مثلا فد شيء يعني فد شيء حلو، او اذا مبالغ مثلا تجيب مبالغ زينه الدوله تستفاد من عندها. انا اولى بي انا وزهالي وعائلتي، حسن بي عيشتنا وعلى الامور تصير زينه. اخذه الي يعني ما انطيهم اياه. ليش؟ لان هو هذا الشيء اجاني الي يعني. انا يجوز انا راح احتاجها او ابيعها او شيء. النيازك المرتقبة وبحسب ناسا ستتشظى عند اختراقها الغلاف الجوي إلى قطع صغيرة تتراوح أقطارها بين 5 إلى 10 سنتيمترات، وسيكون وصولها إلى أجواء بغداد في الساعة 6 صباحا، حيث ستنتج عنها انعكاس طيفي جدير بالمراقبة. ويقول البعض أنها من علامات الساعة، فيما يرى أهل العلم أنها ظاهرة فلكية جديرة بالاهتمام. أما أنا زيد المصطفى فأقول أنها كذبة نيسان، هذه الكذبة المتوارثة منذ زمن بعيد، لكن هل يعرف المتداولون لها تاريخها ونشأتها؟ تعالوا معي نستقصي آراء الشارع. ليش اختاروا 1 نيسان؟ والله ما اعرف. ايش تعرفين عن كذبة نيسان؟ ملفقة. لا ما اعرفها. تعرف كذبة نيسان لو ما تعرف؟ لا ما اعرفها. تعرف كذبة نيسان لو ما تعرف؟ اعرفها. شنو؟ اول نيسان دائما نتوقع يكذبون علينا يعني. هذا وتعددت الروايات في نشأة كذبة نيسان، إلا أن الأرجح في نشأتها يعود إلى القرن ال15، عندما أعلن البابا غريغوري الثالث عن عزمه تغيير تقويمه الميلادي ليحل محل تقويم جوليان القديم. وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في 21 من آذار وينتهي في الأول من نيسان، بعد يتبادل الناس هدايا عيد رأس السنة الجديدة. ولكن بعض الناس على ما يبدو لم يسمعوا ببيانه هذا، واستمروا في الاحتفال بيوم رأس السنة الميلادية في الأول من نيسان، ومن ثم أطلق عليهم ضحايا نيسان، وأصبحت عادة للمزاح مع الأصدقاء والأقرباء والمعارف. من بغداد زيد المصطفى، العراقية نيوز. يعني كنت تحضرت جمع الماس لكن للأسف طلعت كذبة نيسان. زيد بلش بكذبة نيسان. إذن طيب تذكير بالعناوين.